الجليلة عهد البوسعيدي تزوجت مرتين قبل السلطان هيثم بن طارق. الأول بيكون أمير سعودي من عائلة حاكمة. متابعينا الأعزاء، إذا كنتم من محبين السيدة الجليلة عهد البوسعيدي ضعوا لايك حتى نعلم كم عدد محبيها، وكمان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا نبدأ الكلام. عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، ولدت في محافظة مسقط لأسرة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيد، وده بيكون مؤسس الدولة البوسعيدية. والدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيد، وكان وكيل وزارة سابق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الجليلة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية تلقت تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة، وبعد كده كملت دراستها الأكاديمية خارج سلطنة عمان، وكان في تخصص علم الاجتماع الذي كان وما زال واحدا من ابرز اهتماماتها. ثم سعت بعد ذلك لتنويع معارفها باللغتين العربيه والانجليزيه. وما زالت السيده الجليله تواظب على القراءه والاطلاع في مجالات الاجتماع والتاريخ والثقافه والادب والفن. بعد اقترانها من السلطان هيثم بن طارق كرست حياتها لعائلتها، وكمان تربيه ابنائها على مبادئ القيم والاخلاق العمانيه الاصيله، الى جانب تعميق معرفتها واطلاعها على العلوم الانسانيه والاجتماعيه التي تنظر اليها على انها مدخل علم لفهم المجتمعات الانسانيه والسلوك الاجتماعي. تولى اهتمامها خاصة بالعمل الإنساني والاجتماعي، كما تشغل قضايا الأسرة والتعليم والبيئة حيزا كبيرا من اهتماماتها. السيدة الجليلة عهد البوسعيدية تزوجت من السلطان هيثم بن طارق وعندها منه الأولاد. متابعينا الأعزاء، لو كنتم من محبين السلطان هيثم بن طارق وزوجته الجليلة عهد البوسعيد ضعوا لايك حتى نعلم كم عدد محبيه. ولحد هنا بتكون اهم تفاصيل حلقة النهارده. يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة، وكمان تفعلوا الجرس على الكل، واستنونا بكره وحلقة جديدة.